مسلسل الحفرة من أهم المسلسلات التركية إن لم يكن الأهم. فيه عدد كتير كبير من الأبطال يلي كانوا أبطال أصلا قبل ما يبلش المسلسل، وفيه قسم تاني صاروا أبطال من بعد المسلسل. الممثلين الجداد يلي بلشوا من الجزء الأول بلشوا وتعودوا على الجو وزبطت معهم. أما قصة الانضمام للمسلسل برأيي شغلة من أصعب الشغلات على الممثل. إذا كنت ممثل قوي بتضرب معك وخلص بتكون أخذت فرصتك، اجيت على أحسن مسلسل بتركيا على الأقل بوقته. إذا ما زبطت معك وكنت ممثل مو قوي خلص أكلتها وانضربت مسيرتك التمثيلية كلياتها. في شخصيات أعداء بتفوت على المسلسل لفترة قصيرة والكل بيعرف إنه يعني جاية تعمل هيك كم حلقة وتروح. أما الصعوبة الأكبر لما تنضم شخصية على المسلسل وتكون شخصية أساسية وتكمل معك لآخر المسلسل. من أهم الشخصيات اللي صارت معنا بهذا المسلسل هي شخصية إفسون وشخصية جومالي كوشوفالي وشخصية المجنون أكن. مين هو أكن كوشوفالي؟ يلا بينا نحكي عنه شوي. أول شي بدي أتشكركم كلياتكم، وصلنا 10,000 مشترك على القناة وهذا الشيء كتير حلو، بس هذا لا يعني إنك تطيلس وما تعلق وما تحط لايك، وإذا كنت مالك مشترك ما تشترك. انزل اشترك وتفاعل على الفيديو منيح لحتى ينتشر ونضل نعمل جو للحفرة ونضل نحكي عن شخصيات للحفرة. يلا بينا نحكي عن أكن. يلا بينا تفضل. أنا طبعا بحب الشخصية الشريرة أكثر من الشخصية الطيبة، وحاكي هذا الشيء بكتير مرات، بس كتير شيء مهم عندي إنك تبرر لي هذا الشر، تبرر لي الحقد تبع الشخصية. أنا أصير أعرف ليش هاي الشخصية صارت حقودة، وخاصة إذا كانت شخصية من المفروض تكون شخصية منيحة وطيبة مثل شخصية أكن. يعني أكن هو أصغر شخص بالعيلة بعد ما مات أجار ابن كهرمان، فالمفروض هو يكون مستقبل الحفرة ومستقبل العيلة، بس هو في جواته حقد وفي جواته تار وفي جواته غضب كتير كبير. ليش بقى؟ سألتني سؤالك حلو رح أجاوبك. طفولة أكن معقدة كتير، في كتير أقاويل وأنا منهم كمان بصراحة بتقول إنه أكن هو ابن كهرمان كوشوفالي وماله ابن سليم. يعني أنا بحس إنه المسلسل ورجانا بوضوح إنه هو ابن كهرمان بس ما حب يدجلنا إياها هيك دج. المهم كلياتنا بنعرف إنه سليم من يومه هامل وما بيهتم بحدا، دائما برات البيت ودائما شربان ودائما ما بيهمه شيء، واصلا ما بيحب مرته وما بيطيقها وما بيحب يشوفها. الأسوأ انه ما كان يهتم بأكن لما كان صغير، وهذا الشيء بيعلق بمخ الولد الصغير كتير، وخاصة اذا كان الولد ذكي مثل أكن. والمشهد الاهم من طفولة أكن يلي سبب له هي العقد يلي عنده لما صار كبير هو مشهد القصة يلي حكى له اياها سليم، قصة الولد المكروه. سليم عنده نفس عقدة أكن، ابوه ما بيحبه بفضل اخواته عليه ودائما بحسسه انه مكروه. شفنا تأثير هذا الشيء كيف المستقبل خلى سليم يخون عيلته بدون ما يتردد. هي العقدة والمرض نفسه بقى يا معلم صار عند أكن. بس الفرق الكبير اللي أثر على كل القصة هو إنه سليم كان قاصد حاله بهي القصة اللي عم يحكيها لأكن، بس أكن فسرها إنه هو قصده عليه. والمشكلة إنه كمان زبطت على أكن لأنه سليم هيك ما بيهتم فيه. والشيء الثاني اللي خلى الشخصية الحقودة تكبر وتتأسس بقلب أكن هو مرضه بالربو، وبالأخص الطريقة اللي انصاب فيها بالربو أو الوقت اللي اكتشف فيه إنه هو مصاب بالربو. سليم كان تاركه، سليم كان شربان، كان برات البيت. كهرمان كان هو اللي عم يلعبه وعم يدير باله عليه، هو عم يلعب طابة مع كهرمان، داق نفسه واجى الدكتور وعرفنا انه صار معاه ربو. وقصة الربو بتضل معاه كل حياته، فهو كل ما يصير معاه هيك موقف يكون فيه ضيق نفس او كذا بيصير ما عاد يقدر يتنفس، وبيتذكر طفولته وبيتذكر هذا الوقت اللي كان كهرمان عم يهتم فيه بدال سليم، وبيتذكر انه كهرمان مات، وبيتذكر انه بده ياخذ تاره من العيله، ويعني بتتفاقم كل حالته. واللي زاد الطين بله هو انه أكن فات على السجن بعمر صغير كتير، واي حدا بفوت على السجن بعمر صغير كتير بنعرف قديش هذا الشيء بيأثر عليه وقديش السجن كلياته مجرمين. وكمان شيء من اللي زاد الحقد عنده هو بالسجن هو انه كان مفكر ما حدا مهتم فيه، ما حدا بيجي بيزوره، ما حدا بيحكي معه. وما بدنا ننسى الاخبار السيئه يلي وصلته هو بالسجن، مثل موت كهرمان اللي هو كان اقرب حدا عليه بحياته، ومثل موت اكشن يلي كانت بنت عمه والمفروض رفيقته او يعني علاقتهم منيحه مع بعض. فكل هاي الشغلات كانت مبرر كتير حلو للشخصيه لحتى تشكل عندها حقد مو طبيعي. الاصعب بهذا النوع من الشخصيات الشريره هو انه بتكون شخصيه من العيله، من العيله يعني ما بتشك فيه، من العيله يعني قاعد عندك بالبيت، من العيله يعني بيعرف نقط ضعفك واسرارك، ومن العيله يعني حتى اذا كشفته فصعب كتير انك تعاقبه العقاب اللي بتعاقبه للخاين العادي. اذا بدك تعمل لي شخصيه شريره او مو شريره تكون قويه كتير وما تنتسى، فعامل الاخراج عامل كتير مهم. الكتابه اكيد شيء اساسي، بس برايي قد ما كنت كاتب نص حلو، اذا كان المخرج ماله كتير شاطر وعرف يترجم هي الكتابه لمشاهد حلوه، فثلاث ارباع جهدك بالكتابه راح على الفاضي. شو دور الاخراج بشخصيه أكن؟ اولا المشاهد يلي بينذكر فيها أكن من قبل ما يطلع بالمسلسل ونشوفه، خلص انت بتعرف انه في واحد من الكوشوفالي صغير ومحطوط بالسجن وابنه لسليم وفايت على السجن لانه مقوس مدري كم واحد 15 واحد مشان بنت، فانت بتتحمس للشخصيه. خلص عندك ولد صغير من الكوشوفالي وانت بتعرف انه هذا الولد مجنون وكتير قوي. وهذا النوع من التقديم للشخصيه شفناه كمان مع جمالي بالجزء الاول كان تقريبا عم ينذكر بكل حلقه، فنحن متحمسين بدنا نعرف مين هذا الشخص اللي عم يحكوا عليه. ثاني خطوه مهمه كتير بظهور شخصيه أكن هو أكن المزيف. حطلنا مشهد لرفيقه لأكن خلانا نفكر انه هو أكن، وبعد بشوي حطلنا انه هذا الشخص انقتل. كلياتنا فكرنا انه خطط المخرج والكاتب بشخصيه أكن تغيرت، وانه خلص ما لهم فاضيين يكتبوا هيك شخصيه والشخصيه ماتت. ثالث شغله واهم شغله هي توقيت ظهور الشخصيه وترتيب المشاهد. كان نهايه الجزء الثاني ونحن مثل ما قلت
لكم فكرنا انه انتهت الشخصيه وخلص ماتت. خلص يعني سليم رايح يتعرف على الجثه، وخلص لما فتح الكيس وشاف هذا الشخص نحن فكرنا انه ايه هذا هو. وبعدين ظهور اكن الخرافي. وما خلصنا هون، في شغله كتير مهمه، انه لما ظهر اكن ظهر ببدايه الحلقه الاخيره وخلص راح مع ابوه على البيت وسلم على العالم وسلم على جده وسلم على عمومه والامور كانت طبيعيه. فانت خلص حبيت انه طلعت عندك شخصيه واحد كتير قوي ومبين انه يعني زلمه هيك ملعب وشاطر يعني، وشخصيه كوجوفالي يعني ونحن مستنيينه. بعدين باخر الحلقه شفنا المصايب عم تنزل على راس الحفره كب وصب ونحن ما بنعرف مين السبب. بعدين طلع لنا مشهد لعالم عم يبوسوا ايد واحد جديد ونحن ما لنا عارفانين من هذا الشخص، او يعني في منا يعني انه مثل خمنا. وبعدين طلع هذا الشخص هو اكن. اجيت انت بتقول لحالك انه ايه عادي يعني طالما كلياتهم هدينك بالسجن وهداك انقتل ومدري شو، فطبيعي انه اكن يترأس. قام المخرج قال لك تعال لفرجيك انا شو عملت فيك. رجع لك على مشهد ظهور اكن، ورجاك نوايا اكن، ورجاك اكن شو بده، ورجاك انه هدف اكن هو انه يترأس الحفره. انت تخيل معي لو المخرج ما له مرتب لك المشاهد بهذا الشكل، تخيل معي لو المخرج مرتب لك المشاهد بالتسلسل الزمني الصح. كان اول شيء حط لك اكن بظهور بايخ كاول مشهد، حطه عم يتفق مع رفيقه انه هلا بدك تطلع انت لبرا على اساس انت اكن. ففوتت اكن على المسلسل عندك انخربت وما كانت فوتة اسطوريه مثل الفوتة اللي فات عن جد. بعدين كنت ما تفاجأت لما انقتل هذا الشخص، وكنت ما تحمست لما رحت شفت سليم زي يتعرف على الجثه. بعدين كان حط لك اياه عم يتفق مع ازار ويجال على قتل ادريس وعلى قتل ياماش وعلى الخطه كلياتها اللي عملها. فخلص انت عم تتفرج عرفان مين ورا كل هي المشاكل، ومالك قاعد عم تتفاجئ لما العالم عم بيبوسوا له ايده وكذا. خلص كان فات لعندك شخصيه شريره عمل هي العمايل وصار زعيم. اكيد كانت حتضل شخصيه قويه، بس شوف الفرق بين اظهار الشخصيه بهذا الاخراج وبدون هذا الاخراج. ترتيب المشاهد كان خرافي. يعني مشهد قتل ياماش لادريس المفروض يعني هذا المشهد التاريخي والملحمي يكون يعني اهم مشهد بالمسلسل. تخيل انه المخرج ما قفل بهذا المشهد. بعد هذا المشهد طلع مشاهد اكن وعرفنا انه اكن هو يلي بده يترأس وبده يصير زعيم. يعني عطاه دفشه لاكن على بطوله بدايه الجزء الثالث كتير بطريقه حلوه. والحوار رائع. قالوا لسليم من الاخر انتم ما عم تعرفوا تديروا الحفره بكل بساطه، لا تاخذ الامور شخصيه بس انتم ما عم تعرفوا تشتغلوا. عمي كهرمان مات قدامك وانت قعدت تتفرج عليه وما قدرت تنقذه. سنه ماتت قدام ياماش وهو وقف مثل الاجدى بيطلع عليها وما قدر ينقذها. حتى اكشن البنت البريئه يلي ما لها علاقه باي شيء انسحبت من بيتكم وانقتلت قدامكم وما قدرتوا تنقذوها. انا اخبث منك واذكى من ياماش، واذا القصه على الجنون فانا مجنون اكثر من جمالي بكثير وانت بتعرف هالشيء. الموضوع واضح وبسيط. مرحبا عليك، انا بدي اترأس الحفره. حبيت كثير الفتره يلي اكن كان فيها زعيم للحفره. حبيت انه ما كان الموضوع كثير بسهوله بالنسبه له، ما كان عرفان يمسك الحفره منيح، وشفنا محاولاته كيف انحط باماكن كثير صعبه ونحط بمواقف كثير صعبه، وكيف كان احيانا يقدر ينفذ واحيانا لا. الحفره كانت عنده مثل امانه او اولويه. يعني صح هو خان الكل وتسبب بمقتل جده وحط عمومه بالحبس وكان مفكر حاله قتل ياماش، بس ما سلم الحفره للعدو. صح اشتغل باكثر شغله ممنوعه عندهم بالحفره اللي هي المخدرات، بس يعني كان موضوع يعني هو مترأس الحفره وعم يدير باله عليها، ما بيعطيها للغريب. يعني صاحب مبدأ. حبيته كتير لما ياماش كشفوا انه عم يشتغل بالمخدرات، ما انه خاف وزعل وقال له انه انا بعتذر وانا مدري شو كذا، لا، قال له هذا الشيء اللي كان لازم اعمله بوقته وانا عملت هذا الشيء كرمال الحفره. عجبك عجبك، ما عجبك تصطفل. ووقح يعني بيقول له لياماش انت غلطان، وبيقول له انا بشوف انه الشيء اللي عم تعمله غلط. عادي كان مستعد يتحمل نتيجه الشغلات يلي عملها. يعني ياماش قال له بتنقلع برات الحفره وبتنقلع برات البيت، قال له ايه تمام. اخذ اغراضه وراح على قرن ثاني وبلش شغل من اول وجديد وبلش يكمل حياته عادي. يعني ما تعامل كولد صغير وندمان وانه لا وخلص واسف ورجعني ومشان الله، لا خلص كثير قوي. تحدى ياماش بشكل كثير واضح وصريح، قال له انا اسمي اكن كوجوفالي، ما انت عطيتني اسمي وما انت بتاخده مني، انت ما دخلك فيني. هلا بالنسبه لتحول اكن من شخصيه شريره لشخصيه منيحه، انا بشوف انه اغلب العالم بتشوف مشهده مع شاتاي هو المشهد الفاصل، ومزبوط يعني هذا هو المشهد الرسمي، بس انا بالنسبه لي بشوف مشهده مع سليم قبل هو المشهد الفاصل، هو بدايه التحول تبع اكن. مشهده مع شاتاي كان نهايه التحول، كان خلص هون تحول وصار شخصيه منيحه وشخصيه محبوبه. بس البدايه هي مشهده مع سليم. سليم راح لعنده وقال له روح افتح لنا شي شغله نشربها وكذا، حسسه انه يعني انا بدي عاملك كزلمه كبير ما بدي عاملك كولد صغير، وفهمه انه كل حقده على العيله كان غلط. حكى له قصه الكتاب اللي قرأ له اياه هو وصغير، قال له انت كنت مفكر انه هذا الكتاب اللي انا كنت عم بقرأ لك اياه انا كنت قاصدك لإلك، بس هو الحقيقه اني انا كنت قاصد حالي. ولما قال له اني كنت قاصد حالي بالكتاب، فهون تقريبا برر له ليش ما كان يهتم فيه، لانه سليم ما كان فاضي وما بده يهتم بالولد الصغير. يعني هو ما كان طايق حاله وما طايق حدا وما حدا طايقه. هون شفنا الندم والبكي من اكن يلي يعني رح ياكل حاله من الندم. وبنفس الوقت صرنا نشوف سته تجي لعنده وتقول له دير بالك على ادويتك، صرنا نشوف امه تيجي لعنده، فيعني رجع له جو العيله شوي شوي، صار يرجع تدريجيا على الحفره. هو اصلا ما كان كتير عنده صلاحيات بهداك الوقت انه كتير يخبص ضد الحفره، لحد المشهد الاهم. شاتاي مفكر حاله قتل ياماش، قلع جمالي من الحفره وقلع سليم من الحفره. وبارتولو بتذكر كان بالمانيا بهداك الوقت هو وميدات، ما كان فاضي، فما ضل حدا الا اكن. وشاتاي ما حط اكن براسه لانه بيعرف انه اكن خاين، قال لحاله بيجي وبشتري له اكن او بشغله عندي او يعني خلص بظبط مصالحي
يحكي معه، اجى شخصيا لعنده على القهوة، قام أكن رفض. المشهد هاد بكل تفاصيله حلو. جيد شاتاي على القهوة، بتوقع كمان كانت أول مرة شاتاي بيجي فيها على الحفرة، ويمكن حتى المرة الوحيدة، كانت كتير حلوة. المشهد كان بأرضه لأكن، والفرصة اللي صحت لأكن بوقتها هي فرصة كان بيحلم فيها لما كان بالسجن وأول ما طلع بالسجن. وحتى بالعكس هالمرة أقوى، هالمرة أقوى لأنه كان مفكر إنه يا ماش مقتول، وهالمرة أقوى لأنه أهله برات الحفرة، وهالمرة أقوى لأنه شريكه هو شاتاي، وشاتاي كتير أقوى من يوجال أصلا. وقال له لشاتاي شغلة كتير حلوة، قال له لو جاييني قبل بشوي صغيرة ممكن كان ردي يكون مختلف، بس هلا حليق وانقلع من هون مالك شي عندي. ومن هون بقى صار عنا أكن تاني، صار عنا أكن الحفيد، صار عنا أكن مستقبل عيلة كوشوالي. برأيي الشخصية ضعفت شوي بهي الفترة، لأنه دخوله على المسلسل كان أخذ الجو كلياته وكان هو الزعيم، وبعدين لما تقلع من الحفرة كمان أخذ هيك خط لحاله، وهي المصارعة اللي فتحها وهي القصص. لما بلش يصير أكن المنيح هون ضعفت شخصيته شوي وقلت مشاهده لحد ما مات سليم، لأنه لما مات سليم تقريبا أخذ هو المساحة تبع شخصيته وشخصية سليم. بالنسبة لعلاقته بياسمين كانت حلوة ببدايتها، وكانت يعني هيك مميزة، وقصة إنه كيف تعرفوا على بعض وكيف تجوزوا وهيك كانت حلوة. بس بالجزء الرابع ياسمين صارت عبء عليه، ياسمين صارت نقطة ضعفه، ياسمين كانت السبب الأساسي اللي خلاه يقعد بالبيت تبع العيلة ويشتغل مع العم بس مشان ما ينتقل على بيت لحاله وياسمين تجن هنيك أو تعمل بحالها شيء، لأنه كانت مريضة. حياته بالفترة اللي كان عم يشتغل فيها عند العم كانت صعبة وتعيسة، وما بيقدر يعمل فيها أي شيء، وفيها هيك مثل انهزام واستسلام. بس لأنه هو ما بيحب العم وخلص صار شخص منيح وما بيحب يوقف مع هذا الطرف، شفناه عم يتنفس لحاله، عم يطلع يصلح السيارة بالخفا بدون ما حدا يعرف، عم يحكي مع واحد أخرس وأطرش مشان يعني ما يفهم عليه وخلص ما حدا يدرى إنه هو عم يحكي اللي بقلبه. انقلابه على العم كان تدريجي وحلو بطريقة يعني كتير مبررة وكتير حلوة وظريفة. الشخصية حلوة كتير ومركبة كتير ومرت بكل الصراعات، والممثل بصراحة أدى أداء تمثيلي كان كتير 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 رائع، والدور كتير كبير وصعب. موسيقى أكن بتوقع كلياتنا بنحبها، مع إنه هي يعني مثل صوت الدبانة اللي عم تزن، بس كنا كلياتنا نتحمس معها كتير لما تطلع. كانت تطلع بوقت كتير حلو، كنت تعرف إنه لما تطلع خلص معناتها هذا الولد يا أما جن يا أما بده يروح يعمل شي مصيبة. أنا كنت روق، كانت كل ما تطلع الموسيقى أقعد أنا كمان زن مع الدبانة. الشخصية أخذت حقها كتير وكان عنده مساحة لكل شيء، للحب لما حب ياسمين، للقيادة لما ترأس الحفرة، لدور الابن لما صار يحب سليم وصار يعامله كأبوه، سووا له عرس وراحوا اشتروا له أواعي وحفلة وداعية عزوبية ومدري شو، مرته حبلت بالأخير، يعني صار فينك تقول إنه شوي أب. أخذ دور الخيانة وعمله على أكمل وجه وصار أحقر واحد بالعالم. أخذ دور الأكشن بمشاهد كانت كتير حلوة، وأخذ دور المجنون بمشاهد كان يفقد السيطرة فيها وتحس إنه خلص هذا الزلمة فصل، تقعد تطن إذنه هيك ويعمل هي الحركة هون خلص ما عاد بيعرف شو عم يعمل. وهي المشاهد شفناها كتير لما فقد السيطرة، لما قتلت كل عيلته، شفناها لما قتلت كرجة، شفناها لما قتل سليم، وشفناها لما قتلت عايشة. رهيب رهيب كان لما يضيق نفسه ويجي بده يبخ البخاخ، انا لما يبخ البخاخ انا اتنفس معه، لانه هو عم يختنق اكون انا عم بختنق معه، يفضى عينه كان يعني بيخيلني. بتوقع انه كل متابعين الحفرة الا ما يكون اجت فترة وحبوا فيها كان، لانه مثل ما قلت لكم مر بكل الصراعات، كان المنيح وكان الشرير، وحده من احلى الشخصيات بالمسلسل، والاداء كان كتير خرافي. عم فكر الحلقة الجاية تكون نسائية، مو نسائية يعني ممنوع الشباب يشوفوها، بس يعني عم فكر احكي عن شخصية نسائية. اذا موافقين اكتبوا لي مين الشخصية اللي احكي عليها، واذا ما بدكم شخصية نسائية احكوا لي مين الشخصية اللي بدكم يعني احكي عليها. تابعوني على الانستغرام لانه غالبا راح اعمل تصويت هنيك وشوف الشخصية اللي حتجيب اكثر شيء اصوات اعمل عليها حلقة. مثل ما اتفقنا لا تنسوا اللايك وتتفاعلوا على هذا الفيديو وتشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين. لا تنسوا اخواتنا بغزة من الدعاء. الله يعطيكم العافية، سلام.